اخواتي السوريين اللي كانوا بيقولوا لي راح نصير في سوريا قريب، راح نرجع سوريا قريب، انتوا فين؟ انتوا فين من اللي بيحصل؟ وانا قلت لكم القادم حرب اهلية، القادم ايام ليس بالهينة. ما حدث في سوريا بعد خروج الاسد ما هو الا بداية لنار لم تراها سوريا من قبل. يعني كل النار اللي بشار عملها ديت مش نار، اللي جاي هو اللي نار. وانت تقول لي لا ده انا على باب الطيارة وراجع سوريا. اقول لك يا ابني يا حبيبي سألتقي بعد شهرين، والله ما قفلوا الشهرين، ولقيتك النهاردة حتى تعرف ترد عليا، حتى تعرف تناقشني. النهاردة وقفت جنب منك كتير وقعدت اقول لك والله العظيم 3 اللي بيقود التعليقات، اللي ممشي التعليقات في كل الفيديوهات اللي انت شايفها، اقسم بالله كتيبة اسرائيلية، الكتيبة 8200 هي اللي بتوجهك للمعلومات اللي انت بتاخدها، وهي اللي بتوجهك للاخبار اللي بتطلع لك. اقسم بالله العظيم 3 ان اللي موجهك يا شعب يا سوري الكتيبة 8200 في التعليقات، وانتم ماشيين وراهم زي الله يسامحكم على اللي عملتوه في سوريا. جنوب سوريا وراح، والحرب الاهليه اللي احنا قعدنا نقول انها موجوده والله العظيم هتبقى موجوده، وانتوا تقولوا ما بيصير ما بيصير ما بيصير. انت فين دلوقتي؟ في باب الطياره ولا انت فين اراضيك دلوقتي؟ واللي سمع الكلام وما رجعش على سوريا اهو النهارده فهم انه ما دخلش النار. ربنا يحفظ مصر. تحياتي.